تعالوا النهاردة نعمل مع بعض أكلة حلوة جدا كلنا بنحبها، سهلة وسريعة. يعني دي أكلة الإنقاذ. لو عايزة حاجة سريعة، مشغولة، مش فاضية، وعايزة تعملي أكلة حلوة لأولادك وكمان كلها فوايد، يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل نشوف هنعمل أحلى كبدة اسكندراني ازاي بطريقة حلوة جدا وبسيطة وسهلة زي ما تعودنا مع بعض. أكلنا كله سهل إن شاء الله، وأي حد ممكن يدخل يعمله. وطبعا انا هنا بكلم البنانيت اللي ما بيحبوش المطبخ اصلا ومش عايزين يدخلوا يعملوا اي حاجة ومش عايزين اصلا يقوموا من مكانهم. فايه هتقومي؟ يعني هتقومي حاجات بسيطة كده هتتعلميها وهتكون حلوة معاكي وسهلة وكمان هتطلعي بنتيجة حلوة جدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا جبت معايا نص معلقة من الكمون، عليها نص معلقة من الملح، وكمان معايا 4 فصوص من الثوم، رشة بسيطة قوي من الفلفل الاسود، وكمان رشة بسيطة من ال7 بهارات اللي بتخلي طعم الاكل فعلا حلو جدا. ضفت كمان عليهم قرنين كده من الشطة الحامية والباردة مع بعض. هون معايا عصيرتين من الليمون، وكمان هستخدم معلقتين كده من الخل على الخلطة دي. الخلطة دي حلوة جدا، بتدي الكبدة طعم حلو قوي. طبعا الكبدة الاسكندراني في ناس بتعملها على طول من غير ما تتبلها، ولكن التتبيلة دي بتخلي طعمها حلو جدا فعلا، بتشرب من التتبيلة وبتعمليها على طول ومحتاجة اللي انتي تركنيها يعني فترة طويلة. جربيها، لو مش بتعملي لها تتبيله جربي التتبيله بقى للكبده على الطريقه بتاعتي دي وهتدعيلي، هتكون حلوه جدا معاكي. جبنا الكبده البلدي قطعناها التقطيعه اللي انتي بتحبيها، انا بحبها ساعات عريضه وساعات بعملها شرايح كده رفيعه طويله. اي تقطيعه انتي بتحبيها استخدميها. هنزل بقى كده بالمكونات اللي عندي دي كلها على الكبده ونديها تقليبه حلوه قوي. على فكرة انا عملتها على طول، ما ركنتهاش ولا اي حاجة، ولكن لو انتي عندك وقت وعايزة تركنيها شوية في التتبيلة، كل ما بتسيبيها كل ما بتديكي طعم احلى بكتير. عايزه اقولك كمان لو انتي بتنزلي شغل او مشغوله، ممكن تتبليها وتقومي بقى شايلها كده في اكياس حفظ فريزر، تقعد معاكي بصي وهتكون جاهزه على التسويه على طول. تيجي من شغلك تطلعيها وتسويها على طول، وبتكون طعمها حلو طبعا. زي ما قلت لكم، لما بتسيبيها في التتبيله بتشرب من طعم التتبيله وبتدينا طعم اجمل بكتير من انك تعمليها على طول. خلاص كده خلصنا التتبيله، ندخل بقى على مرحله مهمه جدا في تسويه الكبده. هي الطبق بتاعنا سهل مفهوش اي حاجة، بس برضو في خطوات كده بتفرق فيه. اهم حاجة التسوية بتاعة الكبدة. الكبدة من الحاجات اللي ما بتحتاجش تسوية كتير على النار، يعني كل ما تسيبيها على النار كل ما هتشد منك وتنشف وهيكون طعمها مش حلو. علشان بقى تاخدي كبدة كده مظبوطة وتكون طرية معاكي، هنجيب الطاسة بتاعتنا ونسخنها كويس جدا ونحط فيها كده نص كوباية من الزيت. الكبدة من الحاجات برضو اللي بتحب الزيت يكون كتير. خلاص، هنحط الزيت بقى في الطاسة كده ونسيبه يسخن كويس جدا. بعد كده هنبتدي ننزل بقطع الكبدة اللي معايا ونفردها كده في الصينية، يعني تعمليها في حاجة واسعة علشان انا مش عايزاها تنزل اي سوائل خالص منها، متنزلش اي سوائل وتنشف منك. لو الكبدة نزلتيها على طاسة باردة او على نار باردة، هتنزل السوائل اللي فيها وهتنشف معاكي وهتغمق ومش هتكون حلوة خالص معاكي. خلاص، يبقى التسوية مهمة جدا في الكبدة. الطاسة سخنة، زودي زيت شوية، افرديها في الطاسة وما تقلبهاش خالص لحد ما تحسي اللي هي غيرت لون من تحت، وبعد كده نبتدي نقلب فيها لحد ما تستوي معايا كلها. بتقعد على النار 7 دقايق بالكتير، مش اكتر من كده. كل ما تسيبيها كل ما هتنشف معاكي. 7 دقايق هتلاقيها طرية معاكي، لونها فاتح، مستوية وهتكون مظبوطة قوي. خلاص كده دي خطوات مهمة في تسوية الكبدة. بعد كده بقى نديها تقليبة، كانت خلاص كلها بدأت تدخل في تسوية، علشان هنعمل خطوة برضو حلوة قوي بتاخد الكبدة برضو ليه يعني طعم تاني خالص. بعد كده هفردها بعد ما تستوي، هعمل كده مكان في النص وانزل في المكان ده بمعلقتين من الخل، معلقتين بس، علشان احنا حاطين طبعا في الخلطة بتاعتنا برضو معلقتين خل. هنا بقى بتشم الريحة وبتكون قوية جدا وطعمها بيكون حلو قوي. خلاص هنقلبها بقى، هي كده خلاص بدأت تستوي معايا. وبعد كده هكون مجهزة شطة بقى متقطعة حامية وباردة كده. طبعا ممكن تقدميها كده في المطاعم، في معظم المطاعم بيقدموا الكبدة زي ما هي والشطة بتكون لوحدها، يعني خارجية في طبق خارجي على جنب. انا بقى علشان اعمل السندوتش بتاعي مرة واحدة وخلاص، هكون مجهزة شطة حامية وباردة مقطعاهم والتقطيعة برضو اللي تعجبك، وهنزل بيهم بعد ما الكبدة تكون خدت كل التسوية بتاعتها.
علشان يكون برضو الشطة بتاعتنا واخدة من طعم الكبدة والسندوتشات تتعمل على طول. هنا هحط الشطة ويا دوبك كده هنديها تقليمة مع بعضها، وهقوم مطفية النار على طول، ما بسيبش الشطة على النار علشان انا عايزة الشطة دي تكون زي ما هي كده فريش، ما تتبلش خالص معايا. يعني هي يا دوبك كده هتاخد بس من طعم الكبدة، وهطفي النار عليها على طول. عايزينها تكون خضرة وزي ما هي زي ما قلت لكم. بس كده تمام معايا. طبق الكبدة كان جاهز معايا بعد 7 دقايق بالظبط. عملنا طبق حلو قوي وطلعنا بيه كده مغذية. طبعا الكبدة فيها حديد برضو وفوائد كثيرة جدا. خلاص تعالوا بقى ندوق ونشوف لون الكبدة عامل ازاي. والشطة اللي معانا برضو زي ما قلت لكم ما سبتهاش على النار، يا دوبك اديتها التقليبة وقمت فاصلة النار عليها على طول. يلا بقى ندوق مع بعض احلى طبق كبدة اللي كان ريحته كده يعني جايبة اخر الشارع. شايفين بقى؟ ولا احلى مطعم ممكن تاكلي منه الكبده. ما تجيبيش حاجه من بره، زي ما قلت لك اعملي كل حاجه في البيت لاولادك بنفسك، هتديهم طعم حلو، نظافه وقيمه غذائيه، وهتكوني ضامنه جوده الاكل بتاع اولادك. يا رب الفيديو يكون عجبكم. استنوني في فيديو جديد. باي.